غادة عبد الرازق الوحيدة اللي عندها دوبلير راجل، السقا عنيد وكريم عبد العزيز جدع. أخطر مشهد دوبلير اتصور في مصر. غادة عبد الرازق تثير التساؤلات، لماذا اختارت دوبلير رجل بدل من امرأة في شباب امرأة؟ غادة عبد الرازق فجرت مفاجأة للجمهور بعد ما انتشرت صورة من كواليس مسلسل شباب امرأة، واللي مكسر الدنيا واخد فكرته من فيلم تحية كاريوكا بنفس الاسم. الصدمة الكبيرة بقى كانت في الصورة اللي انتشرت واللي فيها غادة عبد الرازق لابسة بيجامة جنب الدوبلير بتاعها، والمفاجأة طلع راجل مش ست. شكل قصة الطول لعبت دورها هنا. ما هو برضو يعني هما هيجيبوا دوبليرة ست نفس طول غادة منين؟ دي ما شاء الله داخلة على 2 متر، وده خلاها الممثلة الوحيدة اللي الدوبلير بتاعها راجل في الوسط الفني كله. أما عن أجواء التصوير فغادة نشرت على انستجرام مجموعة صور من الكواليس، وكتبت رسالة كلها حب وامتنان لطاقم المسلسل، وقالت بحبكم كلكم، ودي كانت أحلى أيام حياتي بجد، شكرا على كل الدعم والحب والخوف عليا، إحساس جميل جدا. وكملت كلامها بكل حماس، كلكم كنتوا قد المسؤولية وكنتم سند وظهر ليا بعد ربنا، من المخرج الموهوب لحد كل الممثلين والعاملين في المسلسل، فخورة بكل لحظة قضيناها سوا. واضح ان المسلسل عامل جو رهيب، بس السؤال هنا، هل الدوبلير الراجل ده هيبقى ترند اكتر من المسلسل نفسه؟ بمناسبة وظيفة الدوبلير بقى، فخلينا متفقين ان الدوبلير واحدة من اصعب المهن في السينما. تخيل كده واحد مطلوب منه انه يعمل مشهد في منتهى الخطورة، لا ويعيده مرة و2 و3، وفي كل مرة من دول بيتشاهد على روحه. يعني ممكن دوبلير ينط من الدور ال14 لحد الارض، تخيلوا. بصوا بقى، احنا مش هنفتح موضوع الاكشن والدوبلير وما نتكلمش عن احمد السقا، الراجل ده حكاية لوحده. تعالوا بينا نصلي على النبي في التعليقات ونعمل لايك ونعرف السقا بيعمل ايه مع الدوبلير. بص يا سيدي، السقا معروف انه ما بيقبلش بالدوبلير يقوم بتنفيذ المشاهد الخطرة بتاعته. يعني مثلا كان في اعلان كان بيصوره في طابة، وكان المفروض يكون آمن وكله تمام، بس السقا لا يمكن يسمع الكلام. المشهد كان انه بينط من بلكونة للارض، فجابوا له الدوبلير وعملوا بروفا وكل حاجة جاهزة. فجأة قال لا أنا هعملها بنفسي. طيب مادام مصر، جهزوا كل حاجة وعملوا اللي مفروض يعملوا أي دوبلير محترف، حطوا الكراتين بطريقة معينة عشان تمتص الصدمة والدنيا تمام. بس السقا قرر يزودها شوية، جاب صندوق خشب وقف عليه وقال عايز ألف وأنا بنط. طبعا المخرج بصله باستغراب وقال له يا فندم حضرتك كده هتنزل بره الكراتين، وهو بكل بساطة قال لا قربها. طب وبعدين المخرج قال لك أريح دماغي وهو حر، وبالفعل نط السقا فقع نصه جوه الكراتين ونصه براها. الحمد لله ربنا ستر، وكان في شدة قماش مسكوها له في آخر لحظة، وبعدها سمع الكلام ونط بالشكل الصح. كمان في كواليس فيلم تيتو المشهد بتاع ضرب النار في المخازن كان خطير، بس برضو كان في موقف كوميدي. المفروض يتم ضرب نار لكن من غير ذخيرة حية عشان الشرر ما يظهرش في الحيطان، ولكن واحدة من الطلقات شردت وجت في حد من الطاقم، بس الحمد لله عدت سليمة. أما كريم عبد العزيز فده حكاية تانية، الراجل طيب وجدع جدا. في مشهد في أبو علي كان المفروض ينط في النيل، منى زكي نطت مرتين وأخدت خبطتين خفاف، ولما كريم جه ينط منى اتكعبلت وقعت وتعورت ولسه النطة ما حصلتش، وبعدها لما نطوا على الكراتين حصلت تعويرة تانية. شكل الفيلم كان أكشن وإصابات أكتر من المتوقع. يعني خلاصة الكلام، السقا عنيد وكريم جدع والدوبلير بيحاول يخرج من كل ده سليم. تعالى بقى أقولك على واحد من أخطر المشاهد اللي اتصورت في مصر. كان في فيلم أجنبي اسمه حب وسلاح، كان فيه قفزة من فوق القلعة بارتفاع 28 متر. جابوا دوبلير أجنبي مخصوص، لكنه أول ما طلع وبص لتحت قال لا مش هعملها. فجأة الكابتن عبد الرازق الله يرحمه قال أنا هعملها، وده بالمناسبة دوبلير جامد جدا. المهم المخرج الإيطالي قال له اطلع بص الأول من فوق، طلع وشاف الارتفاع وقال أنا جاهز. المشكلة إنه كان لازم يجري من جوه القلعة، ولما يوصل للحافة يكون محدد مكان نزوله بدون ما يشوفه، فعمل علامة في المكان اللي مفروض ينزل عليه ونط ونفذها بنجاح. المخرج الإيطالي كان مبهور وقال له تعالى معايا إيطاليا لأن قلبك ميت والخامة دي نادرة. وفعلا دي كانت بداية نجوميته في مجال الدوبلير. ناس كتير فاكرة إن المشاهد الخطرة دي بتدي فلوس كتير، لكن الحقيقة مش كده. تخيل إن القفزة من فوق كوبري في المية الدوبلير بياخد فيها 1000 جنيه مثلا، والمشكلة إن المشهد ده ممكن يتعاد
4 أو 5 مرات، يعني ممكن تقضي يوم كامل بتنط في المية عشان تاخد مبلغ بسيط جدا. دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.